يعني إنك غلطت دي مش نهاية العالم، ما أنت ياما غلطت والأمور مشيت وعدينا وهنفضل نغلط. الأهم إنك ما تركزش في الغلط بتاعك وتكمل في طريقك الصح اللي المفروض تمشي فيه. هيجي عليك فترات هتكون صعبة، بس كلنا عدينا بيها الفترات دي وافتكرنا إن دي نهاية العالم، بس الحمد لله عدت. ولما بنفتكر الذكريات دي ونسترجعها بنقعد نتريق ونضحك عليها. وهقولك على معلومة مهمة فرقت معايا جدا: أي حاجة عاوز تعملها وتفضل معاك باقي حياتك اعملها لمدة 40 يوم، زي إنك تصلي 40 يوم أو تتعلم لغة جديدة أو تتعلم مهارة أو تبطل عادة سيئة أنت بتعملها، وصدقني هتلاقي إنك مش هتنساها تاني. أنت تعرف كمان إن المشاعر كلها ما تقدرش تستغنى عنها، يعني عمرك ما تقدر تستغنى عن الكره، لانك لو استغنيت عنه هتحب الظلم والمشاعر التانية السيئة. ده لان الذكريات والمشاعر والاحاسيس اللي بنحس بيها هما اللي بيكونوا حياتنا واسلوب معيشتنا في الحياة. ولازم نتواصل ونتكلم مع الناس، ما تكونش محرج من حد واسأل براحتك طالما في حدود الصح والمسموع. ده احسن من انك تكون جاهل. فيلمنا النهارده بيحكي عن رايلي اللي مخها كبر وهي كبرت معاه، ومشاعرها واحاسيسها كبرت كمان. ومشاعرها القديمة كانوا ماشيين زي الفل، بس دخلت في مرحلة المراهقة لحد لما بتظهر المشاعر الجديدة وأحاسيس المراهقة وانسجامهم مع بعض كلهم. تفتكروا رايلي هتقابل المشاعر الجديدة وهتتصرف ازاي؟ لو لسه ما عملتش اشتراك للقناة ادينا اهو بفكرك قبل ما يبدأ الفيلم، وعايزك تنزل تصلي على سيدنا محمد في التعليقات وتدعي لاخواتنا. بيبدأ فيلمنا النهارده برايلي اللي كبرت سنتين وبقت 13 سنة وخلاص هتدخل الثانوي، وطبعا مش ناسيين مشاعرها: الفرح والحزن والغضب والخوف والاشمئزاز. وبنشوفها وهي بتلعب ماتش الهوكي بتاعها، وبنشوف ابوها وامها وهم بيشجعوها. وللاسف رايلي بتعمل غلطة في الماتش بتخلي الحكم يطردها لمدة دقيقتين، بس في الدقيقتين دول تعال هنشوف رايلي بقت ايه لما كبرت. رايلي طلعت شاطرة في الاكل، مش شاطرة قوي، بس كانت شاطرة في المدرسة وبتساعد اصحابها، ده حتى القطط في الشارع كانت بتاكلها، وراحت عملت تقويم لاسنانها زيك كده. ولما بنروح لمخها بنلاقي ان ظهرت عندها جزيرة جديدة ما كانتش موجودة قبل كده، وهي جزيرة الصداقة. ده لحد لما ظهر شكل جديد في مركز القيادة اسمه حب الذات، كان شكله جميل جدا. وده ظهر لما واحدة من صاحباتها معاها في الفصل كانت في موقف محرج وهي ساعدتها، هي وواحدة صاحبتها تانية اسمها سمية، ومن ساعتها بقوا اصحاب. انت نسيت ولا ايه؟ احنا واخدين دقيقتين بس طرد، يلا بينا نرجع الماتش. ورايلي لما رجعت الماتش هي واصحابها سجلوا هدف جامد خلاهم يكسبوا، لحد لما بتقابلهم كابتن المدرسة الثانوي وبتقول لهم انا عامله لكم معسكر تدريب تحفة، فبيوافقوا ان هم يروحوا وبيفرحوا جدا. ورايلي لما بترجع البيت باباها ومامتها بيتكلموا معاها، فهي بتفتكر الغلطة اللي عملتها في الماتش، بس الفرح بتشيل الذاكرة دي وبتبقى عملت مكان مستخبي في مخها بتحذف فيه الذكريات اللي مش لطيفة. والفرح لما بتيجي تاخد ذاكرة جديدة وتوديها لمركز الذكريات المركزية، الحزن بتطلب انها تروح معاها. ولما بيدخلوا الحزن بتلاقي المكان جميل جدا وفيه كل الذكريات بتاعت رايلي. والفرح بتوري الحزن احبال افكار رايلي اللي هي متعلقة بيهم، وبيروحوا بعد كده يناموا كلهم. بس وهم نايمين بيظهر صوت غريب بيصحيهم كلهم من النوم، ولما بيروحوا يشوفوا ايه الصوت ده بيلاقوا لمبة في جهاز التحكم عمالة بتنور. ولما بيشوفوا ايه اللمبة دي بيلاقوها لمبة البلوغ واللي صوتها بينفجر وبيخضهم كلهم، وبيلاقوها ان هي مش عايزة تنطفي. ولكن فجأة بيلاقوا عمال التطوير داخلين عليهم وبيقعدوا يكسروا في كل حاجة علشان يجددوا المكان ويوسعوه، وبيقولوا لهم احنا جددنا عشان جايلكم ضيوف. ورايلي بتصحى من النوم بس بتقعد تزعق وتطلع علينا شوية الهرمونات بتاعتها، بس طبعا مامتها فاهمة الكلام ده فبتقعد تتكلم معاها وتهديها شوية، وبتنزل تقابل اصحابها عشان يروحوا معسكر التدريب. بس وهم في العربية بيتكلموا رايلي بتكتشف ان صحباتها مخبيين حاجة عليها، وبيعترفوا لها بعد كده ان هم مش هيروحوا المدرسة اللي هي فيها وهيروحوا هما الاتنين مدرسة تانية مختلفة. ولما بيوصلوا معسكر التدريب رايلي بتخبط في فان كابتن فريق مدرسة الثانوي، ولكن بيقفوا يتعرفوا على بعض. والمشاعر بيلاقوا ان لوحة التحكم لونها اتغير للون البرتقاني، ولما بيبصوا بيكتشفوا ان اللون ده بسبب واحد من المشاعر الجديدة اللي هو القلق، هو اللي كان بيدوس على لوحة التحكم. والقلق بيعرفهم على نفسه، وهم بيتكلموا معاه بيلاقوا الغيرة كمان موجودة وبيظهر الإحراج. ولما فال بتقول لرايلي ايه رأيك تيجي تشوفي باقي الفريق، رايلي بتقول لها بكل برود ماشي، بس ساعتها بيكون مسيطر عليها واحد من المشاعر الجديدة وهي الملل. ولما بتروح مع فال بتفتكر ان اصحابها واقفين، ولكن القلق بيخليها تسيبهم وتمشي وتروح مع فال عشان تتعرف على اصحاب جداد. لما رايلي بتدخل اوضه اللبس فال بتعرفها على فرقه صقور النار، ولما بيدخلوا اصحابها بيقعدوا يهزروا مع بعض ويتصوروا بالتليفون
لحد لما بتدخل الكابتن وبتاخد منهم التليفونات ومن كل الفرق التانية، وبيبقوا متضايقين ان ده حصل بسببها. ولما بتتريق على الكابتن بتقرر ان هي تخليهم يتدربوا كلهم تدريب صعب علشان تعاقبهم. وفي نص التمرين الكابتن بتديهم بريك، ورايلي وهي قاعدة بتسمع فرقة صقور النار وهم بيتكلموا عليها وبيقولوا انها ممكن تعمل مشاكل، وده بيخلي رايلي تزعل وتعيط. بس القلق بيقول لهم انا هتصرف، وبيخلي رايلي تروح لفال تعتذر لها عن اللي حصل وانها ما كانتش تقصد. ولما بيرجعوا للتمرين الكابتن بتقسمهم لفرقتين، ورايلي بتبقى واقفه محتاره تروح مع انهي فرقه، فرقه اصحابها ولا فرقه صقور النار. بس القلق بيتدخل وبياخد حب الذات وبيرميه من مخها علشان تروح مع فرقه فال. ولما اصحابها بيشوفوها بيتضايقوا جدا وبيستغربوها. ولما الفرح بتقول له بس دي مش رايلي، بيقول لها انا عارف رايلي لازم تتغير علشان المستقبل. والقلق بياخد واحده من ذكريات الذاكره علشان يوديها مركز الذكريات المركزيه، بس بقيه المشاعر القديمه بيمنعوه. ولكن الاحراج بيكتفهم وبياخدهم كلهم يحطهم في برطمان علشان يبعتهم يتسجنوا لحد لما رايلي تتم 18 سنه. والمشاعر الجديده بينزلوا لمركز الذكريات وينزلوا الذكريات الجديده، والمشاعر القديمه شرطه العقل بتاخدهم علشان يوديهم سجن العقل الباطن. وهناك بيقابلوا حاجات كانت موجودة في ذاكرة رايلي زي بلوفي ولانس اللي موجود في لعبة الفيديو، والضلمة اللي موجود في فيلم أوراين هتلاقيه في علامة الآي اللي فوق. والفرحة بتحكي لهم إن القلق سيطر على مركز العقل والذكريات وإنهم لازم يخرجوا من هنا فعلا. بلوفي بينده على محفظته واللي بيكون فيها ديناميت، والغضب بياخدها وبيفجر باب الخزنة وبيخرجوا والشرطة بتشوفهم. ولكن لانس بيتدحرج وبيخليهم يضربوا في بعض ويسجنوا نفسهم في الآخر. والمشاعر القديمة بيهربوا وبيقرروا إن هم يروحوا يدوروا على حب الذات اللي كان القلق رماها ويرجعوا مركز العقل تاني. ولما بيمشوا في الطريق بيوصلوا عند نهر الوعي، واللي الفرحة بتطلب من حزن إن هي ترجع لمركز العقل تاني علشان هي حافظة وحدة التحكم ويبقى سهل عليهم إن هي ترجعهم تاني، وهيتواصلوا مع بعض من خلال أجهزة اللاسلكي. وبنشوف رايلي وهي الصبح بدري عمالة بتتمرن لوحدها، بيكون القلق متحكم في رايلي، وبتلاقي فال دخلت عليها وبتقعد تتكلم معاها، وفال بتحفزها إنها لازم تتدرب وتغير من سلوكها علشان الكابتن تخليها معاهم. وبيدخل عليهم باقي الفريق، ولما أصحاب رايلي بيسلموا عليها وهي بتسلم عليهم سلام من تحت الضرس. وبعد كده بيتمرنوا شوية وبيقعدوا، وفال بتدي رايلي أكل، بس رايلي ما بتبقاش بتحبه بس بتضطر تاكله علشان فال ما تزعلش منها. ولما بيرجعوا التمرين تاني ويلعبوا رايلي بتجيب جول، فالكابتن بتقول لها مستواك اتحسن. ولما البنات بيخرجوا بالليل بيقولوا لرايلي ان الكابتن بتكتب في الكراسة دي اللي هيفضلوا مكملين معانا. ولما بيمشوا رايلي بتكون ماشية معاهم وما بتبقاش فاهمة هما بيتكلموا على ايه، فبتقرر ان هي تقلدهم وتضحك زيهم، بس بيبان شكلها عبيط. وبقية المشاعر بيركبوا على البروكلي اللي عايم في نهر الوعي علشان يرجعوا حب الذات. وهم قاعدين واحدة من الفرقة بتسأل رايلي ايه الفرقة اللي بتشجعيها، فبتقول لهم على اسم فرقة ضعيفة، فبيقعدوا يضحكوا عليها. والمشاعر ما بيبقوش عارفين يتصرفوا ازاي، فبيقرروا ان هم يرجعوا ذكريات الموسيقى. بس ده بيعمل مشكلة لان الذكريات دي هترجع في الاسطوانة اللي موجودة فيها الحزن، وفعلا حزن بتخش مركز التحكم بس محدش بيشوفها. والاحراج والحسد والقلق بيبقوا متلخبطين ومش عارفين يعملوا ايه لحد لما الملل بتقوم وتخلي رايلي تستهزأ فعلا بالفريق الضعيف اللي قالت عليه. وساعتها نهر الوعي بيحصل فيه انهيار، وده بيخلي المشاعر اللي كانوا واقفين على البروكلي ينطوا ويهربوا ويقرروا ان هم يغيروا طريقهم علشان يوصلوا. وفرقة صقور النار بيسيبوا رايلي وبيدخلوا يناموا، والخوف والاشمئزاز والغضب بيقولوا الفرح انهم متضايقين من الوضع ده. والفرح بتنهار وتقعد تعيط وتقول لهم انا مش عارفه الاقيها منين ولا منين، مش عارفه اتصرف ازاي. بس المشاعر بيتكلموا معاها بحنيه وبيشجعوها. والغضب بيروح للعمال اللي هم شغالين في المكان وبياخد منهم خرطوم الذكريات التالفة وبيطيروا كلهم لحد لما بيوصلوا على نقطة علشان يشوفوا منها، وفعلا بيشوفوا الطريق اللي هيوديهم. ورايلي بتدخل تنام بس القلق بيبقى عمال يفكر هيعمل ايه بكرة، لحد لما الإحراج بيسمع صوت وبيروح يشوف ايه الصوت ده، بيلاقي حزن بس بيسكت وما بيقولش لحد ان هو شافها وبيخليها تكمل اللي هي بتعمله. وفرح وبقية المشاعر بيوصلوا للعالم الخيالي، ولما بيدخلوا بيلاقوا شكله اتغير خالص لدرجة ان بيلاقوا استوديو معمول من المخدات زي ما كنا بنعمله زمان وبنستخبى جواه. ولما بيدخلوا بيلاقوا ان القلق بيصنع جوه الحاجات اللي رايلي هتخاف منها في المستقبل، بس بيلاقوا اوضة رسم افكار فاضية فبيدخلوا جواها ويرسموا افكار ايجابية
ولما قلق بيستغرب الأفكار دي جت إزاي، الإحراج بيدوس على فكرة منهم، وهي إن لو الفريق بتاعها خسر قدام فريق أصحابها إنها تقدم لهم ورد. بس القلق بيعرف إن الأفكار دي جاية من فرح، والقلق بيقنع العمال إنهم يعملوا أفكار سلبية، بس فرح والمشاعر بيطلبوا منهم إن هم ما يسمعوش كلامه ويعملوا أفكار إيجابية تساعد رايلي. وفعلا العمال كلهم بيعملوا أفكار إيجابية ويقرروا إن هم ما يسمعوش كلام القلق، وبيكسروا المكان علشان ما يسمعوش كلامه السلبي تاني، وبيعملوا حرب المخدات بينهم وبين بعضيهم. والمشاعر بيهربوا لما بيلاقوا الشرطة جت تقبض عليهم، وبيدخلوا ممر الوظايف اللي رايلي عايزاها، وبيمسكوا في بالونة القاضي وبيطيروا بيها، والشرطة ما بتعرفش تمسكهم. وقلق ما بيعجبهوش الأفكار الإيجابية دي، فبيقرر يخلي رايلي تعمل حاجة مجنونة، وإنها تروح تفتح الكتاب بتاع المدربة وتشوف هي كاتبة عنها إيه. وحزن بتكلم فرح من جهاز اللاسلكي وتقول لها إن رايلي هتروح أوضة الكابتن، ففرح بتقول لها امنعيها إن هي تعمل كده، فبتروح حزن تاخد ريموت لوحة التحكم من ملل وبتسيطر عليه. بس قلق بيعرف هي موجودة فين وبيضحك عليها وياخد الريموت منها ويكتفها عشان ما تعملش حاجة تاني، وبيخلي رايلي تفتح الكتاب بتاع الكابتن وبتكتشف إنه كاتب عنها إنها لسه مش جاهزة. فالقلق بيحاول إن هو يشوف أفكار جديدة، والأفكار بتبقى موجودة على شكل لمض، فاللمض بتبتدي تقع على المشاعر وهم طايرين لحد لما بتوقعهم من على البالونة. والقلق بيخلي رايلي تصبغ شعرها علشان تبقى شبه فريق صقور النار. والصبح فال هي وفرقتها لما بيشوفوا رايلي صبغة شعرها بتقول لهم إن هي عملت كده عشان تبقى شبههم. وفرح وبقية المشاعر بيكونوا وصلوا لجبل الذكريات المستخبية وبيلاقوا فعلا حب الذات. بس في الوقت ده بيكون القلق ونزل معاه ذكرى في مركز الذكريات المركزية، وده بيخلي المركز كله مليان بالقلق، لدرجة إن الشعار الأساسي لرايلي ساعتها بيبقى أنا مش شاطرة كفاية عشان أفوز، وبيبقى طلع بدل مركز حب الذات كره الذات، وده بيأثر على رايلي. بس الإحراج ما بيكونش عاجبه الكلام ده، فبيفك الحزن ويسيبها. والحزن لما تيجي تروح عشان تشفط بقية المشاعر من جبل الذكريات المستخبية، القلق بيهد الماسورة اللي موصلة لحد الجبل، والفرح بتقعد ما بتبقاش عارفة تعمل ايه، وبتقول لبقية المشاعر انا مش عارفة اوقف القلق ازاي. يمكن الفرح بيقل لما الواحد بيكبر، انا عاوزة انقذ رايلي من كرهها للذات، ولازم اوصل لها الاحساس بحب الذات تاني، والا رايلي مش هترجع لطبيعتها تاني. ورايلي وهي داخله المباراه وبتلعب كويس جدا بتجيب اول جول ليها، والغضب بيخليهم يندهوا على محفظه بلوفي وبيطلعوا منها ديناميت كتير. ورايلي لما زميلتها اللي معاها في الفريق بتبقى رايحه تجيب جول، رايلي بتزقها وبتجيب هي الجول، وده بيخلي الفريق بتاعها يستغربوا هي عملت كده ليه. والفرح بتحط الديناميت تحت جبل الذكريات المرميه وبتفجر الجبل، وكل الذكريات بتقع وبتكون عامله زي النهر، والمشاعر بيعوموا معاها. ورايلي بتحاول تجيب اخر جول وبتقعد تحاول اكتر من مره، لكن بتغلط وبتخبط صاحبتها جامد وبتوقعها، والحكم بتطردها لمده دقيقتين. والقلق بيبقى عمال يدوس على كل الزراير بسرعه علشان يصلح اللي هو عمله. والفرح بتوصل هي وباقي المشاعر لمركز الذكريات المركزيه، وكل الذكريات بتتجمع مع بعضها. اما رايلي فبتبقى متوتره جدا وقلقانه، وده لان القلق من سرعته بيعمل حواليه عاصفه جوه مركز القياده بيخلي المشاعر خايفين منه. والاحراج والحزن وباقي المشاعر بيروحوا علشان يشيلوا كره الذات، وفرحه وبقيه المشاعر بيطلعوا مركز القياده، ولما بيدخلوا بيحاولوا يساعدوا هم كمان باقي المشاعر انهم يشيلوا كره الذات. بس الفرحه بتقرر ان هي تدخل جوه دوامه الخوف وتنقذ القلق، وبتقوله ان رايلي هتبقى كويسه لو هي فكرت من نفسها وسيبناها هي اللي تختار المشاعر بتاعتها. وفعلا القلق بيسيب لوحه التحكم، وفرحه بتشده وبيخرجوا بره العاصفه وبيكسروا كره الذات ويبدلوها بحب الذات. والقلق بيعتذر للفرح وبيقول لها ان لازم رايلي هي اللي تحدد مشاعرها. فرحة بتفتكر لما كانت بترمي الذكريات اللي هي شايفة إن هي مش مهمة، فبتقرر إن هي تشيل حب الذات وتخلي الذكريات اللي في مركز الذكريات المركزية تطلع هي صفات وأحاسيس جديدة زي الأنانية والحنية والخوف والضحك والأسف وصفات كتير غيرهم. وده بيخلي المشاعر كلهم يحضنوا الصفات الجديدة لحد ما العاصفة بتنتهي، وأصحاب رايلي القدام بيروحوا يطمنوا عليها، بس هي بتقول لهم إنها زعلانة إن هم هيروحوا مدرسة ثانوي تانية، وبتعتذر لهم عن قلة الذوق اللي عملتها معاهم، وهم بيسامحوها وبيوعدوها إن هم هيفضلوا صحاب على طول، وكلهم بيحضنوا بعض. ولوحة التحكم بتنادي الفرح عشان تخلي رايلي مبسوطة، ولما فرح بتحط إيديها على لوحة التحكم الموضوع بيمشي معاها زي السكينة في الحلاوة، وكل المشاعر بيبقوا واقفين وعمالين يتفرجوا. وبعد أيام بنشوف رايلي وهي قاعدة مع فريق صقور النار وبيضحكوا ومستنية تشوف الكابتن وهي بتعلن عن النتيجة. وخلاص القلق بقى ليه ركن خاص بيه عملته له الفرحة علشان يقعد يرتاح. واصحاب رايلي بيبعتوا لها صورتهم وهم مع بعض في المدرسة، وفال بتقول لها ما تزعليش لو السنة دي ما بقيتيش معانا،
ممكن تبقي معانا السنة الجاية. رايلي بتقول لها أنا عارفة، وبتروح قدام الدولاب بتاعها في المدرسة وبتلاقي إن جالها رسالة، ولما بتشوفها بتبقى مبسوطة جدا. وبكده يكون فيلمنا النهاردة خلص. لو حابب تشجعني إن أعرف أكمل اعمل لايك ومشاركة للفيديو، ولو حابب تعمل اشتراك هفرح جدا بيك. وعاوزك تكتبلي في تعليق عاوز فيلم ايه المرة الجاية علشان اعملهولك. كان معاكم يا عزيز على قلبي خالد ابراهيم، ودي كانت حكاية جديدة من حكايات قبل النوم. السلام عليكم. بيبدأ فيلمنا النهاردة بفريد زين وهو صغير لابس نضارته الكبيرة وطاقية الطيار القديمة، وفي السينما بيتفرج على فيلم شارل سمعان وهو بيصطاد طائر شلال الفردوس الأسطوري. بس مجموعة من العلماء مشككين في آخر اكتشافاته اللي هو هيكل ضخم لطائر عملاق، ومتهمينه إنه مفبرك الموضوع. وطبعا شارل سمعان بيركب المنطاد بتاعه ومعاه الكلاب بتاعته، وبيبقى الشعار بتاعه المغامرات بتنادينا، وإنه هيثبت لهم إنه صح. وفريد وهو بيلعب قدام بيت قديم بيسمع حد بيقول نفس الشعار المغامرات بتنادينا. فريد بيدخل يشوف مين، وبيلاقي بنت شقية واجتماعية عندها نفس شغفه بالمغامرة، لكن صوتها وطريقتها مختلفة تماما عنه. بتحب المغامرة بشكل مش طبيعي، وفريد اللي كان هادي ومنعزل وبيتكلم بالقطارة بينبهر بشخصيتها، لكنها بتفاجئه بصوتها العالي وإنها بتساعده يرجع البالونة بتاعته اللي طارت لفوق. البنت كان اسمها ليلي، بس وهو رايح بيقع وإيده بتتكسر، وبالليل ليلي بتروح تزوره وبتوريه كمان كتاب مغامراتها، وبتخليه يوعدها إنهم هيحققوا حلمهم ويشوفوا شلالات الفردوس. وبعدها بنشوف لقطات بتجمع فريد وليلي بيتجوزوا وبينقلوا للبيت القديم اللي اتعرفوا فيه. حياتهم مليانة سعادة وبسيطة، هو شغال في بيع البالونات وهي شغالة في حديقة الحيوان. لكن لما يعرفوا إنها مش هتقدر تخلف يقرروا يحققوا حلمهم بالسفر ويبدأوا يجمعوا فلوس لرحلة شلالات الفردوس. بس الحياة كل مرة كانت بتطلع لهم ظرف يخليهم يسحبوا من صندوق الرحلة. وفي يوم فريد العجوز قرر إنه يفاجئ ليلي ويشتري تذاكر للسفر، لكن صحتها بتتدهور وبتدخل المستشفى، وللأسف بتموت وتسيب فريد وحيد. فريد قاعد في بيته عايش لوحده بعد ما بقى عجوز وعصبي جدا، والدنيا حواليه بقت كلها أبراج وكباري بتتبني حوالين بيته الصغير. بيوصلوا له كل شوية يقنعوه يبيع لهم البيت بتاعه بأي تمن وينقل دار مسنين، خصوصا مع الضغط اللي عاملينه بسبب البنى بتاعهم. بس هو بيرفض وبيدخل في خناقة مع مشرف العمال وبيهزق صاحب المشروع. وفي يوم بيجيله الولد الصغير رامز الكشاف اللي لابس يونيفورم المغامرين الصغيرين علشان يساعد فريد وياخد شارة مساعد المسنين. بس فريد ما بيرضاش انه يساعده وبيقفل في وشه الباب، فرامز ما بيرضاش يمشي وفريد بيفتح الباب تاني، ورامز بيقوله انه عايز ياخد شارة مساعدة المسنين علشان هيكرموهم في الحفلة. ففريد بيبقى عاوز يوزعه، فبيقرر يعمل مقلب في رامز ويقوله يروح يدور على طائر اسمه أبو الفصاد اللي بيدخل جنينته ياكل الورد. وفعلا رامز بيجري علشان يدور على أبو فصاد علشان يمسكه ويبقى كده ساعد فريد. لكن بعدها بيحصل حاجة تخلي فريد يتنرفز. واحد من العمال كان سايق لودر وبالغلط بيكسر صندوق البوسطة بتاعه اللي فيه ذكريات عزيزة على قلبه، فبيتجنن وبيضربه بالعكاز بيعوره في دماغه، والناس كلها في المكان بتشوفه. وللأسف الحكاية توصل للمحكمة، والمحكمة الظالمة بتطلب منه بالأمر إنه لازم يسيب بيته ويمشي تاني يوم، وبتوع دار المسنين هيعدوا عليه تاني يوم عشان ياخدوه. فريد بيزعل وبيكتئب إنه هيسيب البيت بتاعه. أنا لو مكانه يروح ما بعدك روح. وبالصدفة وهو بيلم الحاجة بياخد باله من كتاب المغامرات بتاع ليلي وبيقعد يتفرج عليه شوية، والصبح بيكون الناس بتوع دار المسنين وصلوا، فبيديلهم الشنطة بتاعته وبيقول لهم هودع البيت وحصلكم. لكن فريد كان محضر لهم مفاجأة، بيلاقوا ملايين الملالين اللي طلعها فريد من جوه البيت اللي مليانة هيليوم، بيسحبوا البيت لفوق، وفعلا البيت بيطير فوق المدينة وبيسيب الأساسات تماما، وكل الناس بتبقى بتتفرج على البيت وهو طاير في المدينة وشكله جميل. فريد أخيرا بعيد عن الدوشة بتاعت المدينة وبيوجه بيته على جنوب أمريكا علشان يروح شلالات الفردوس عن طريق إنه عمل شراع بالملايات يقدر يحود بيه. لكن راحته ما بتطولش، فجأة بيسمع الباب بيخبط. لما بيفتح بيلاقي رامز متعلق في الشباك بعد ما كان بيدور على أبو الفصاد تحت البيت. فريد بيدخل رامز ورامز بيقعد يلعب في الشراع بتاع التحويد، ولما بيلاقي البيوت قريبة فريد بيفكر إن هو يربط الولد في الملايات وينزله على أي سطح، بس بيلاقي الفكرة فاشلة وإن ممكن الولد يقع ويموت.
وبيحاول ينزله تاني قبل ما العاصفة تضربهم، لكن العاصفة تقلب البيت من هنا وهناك وحاجات تقع تتكسر، وكانت شغلانة سودة. فريد عمال بيجري ورا الحاجات اللي بتقع ويلحقها هو ورامز، وبنشوف رامز وهو بيصحي فريد زين، وبنلاقي مستر فريد ربط الحاجات وكتفها كويس. رامز بيقول له انهم فوق امريكا الجنوبية. فريد مستغرب ازاي عرف، قال له بسبب جهاز الGPS اللي رامز المنين على عينه بيوقعه بالغلط من الشباك، وكده ما يعرفوش مكانهم بدقة. فريد بيقطع خيط شوية بلالين عشان ينزل. المهم الدنيا كلها شبورة والأرض مش باينة من تحتيهم. فريد قرر ان هم ينزلوا، بس بيلاقي نفسه متلبش عشان شاف صخرة. بس فعلا البيت بيخبط في الأرض بسرعة، ومستر فريد زين بيتكعبل وبيقع من البيت هو ورامز، وبيجروا ورا البيت علشان يلحقوا يمسكوا في خرطوم المية، وبيبقوا متعلقين بخرطوم المية زي أفلام الأكشن، وكانوا هيقعوا من على الجبل. بس رامز البطل بيشد البيت ومستر فريد زين لورا. وأول ما الشبورة بتروح بيكتشفوا إنهم واقفين فوق هضبة عالية قدام شلالات الفردوس، بس البيت بعيد فوق ومش هيعرفوا يدخلوا تاني. فرامز بيحاول يطلع على خرطوم المية علشان يوصل للبيت، بس عشان هو بكابوستا شوية ما بيبقاش عارف يطلع، فبيقترح على فريد زين إن هم يجروا البيت لحد ما يوصلوا للشلال. فريد بيبص على البالونات ويقول لرامز بطل رغي، احنا لازم نروح الشلالات على رجلينا قبل ما البلالين دي تهوي. في نفس الوقت ده في مطاردة شغالة على ودنه، 3 كلاب بكشافات حمراء في رقبتهم عاملين شغل أكشن، وبيجروا ورا طائر شبه الديناصور كده. الكلاب فجأة تبطل جري. ليه بقى؟ لأن ودانهم الحساسة سمعت صوت جهاز السمع بتاع عم فريد اللي بالنسبة لهم كان شبه صفارة الحريق بالظبط. فريد زين بيبقى بيتمشى هو ورامز في الأدغال. فجأة رامز بيقول له استنى وزير الري بيرن، عاوز اروح الحمام. بعد ما بيخلص بيلاقي شكل رجل مرسومة في الأرض، ولما بيمشي وراها بتجيله فكرة إن هو ازاي يخلي الطائر يطلع، فبيطلع شوكولاتة من جيبه وبياكلها، بس ريحتها بيعجب الطائر وبيبقى عايز ياكل منها. وبعد كام دقيقة بيرجع لمستر فريد زين وبيقول له أنا لقيت أبو فصادة، وبيطلع طائر عملاق متلون وبيبقى بيحب رامز ويقعد يلعب معاه. رامز بيستعمل سلاحه السري مع الطائر الشوكولاتة، ويقرب الطائر العملاق ويمسي عليه ويقول له بكل ثقة انت من النهارده اسمك جميل، مبروك علينا. وطبعا فريد واقف مصدوم بيقول في سره مين ده اللي اسمه جميل؟ ده شكله جاي من كوكب تاني. وبيكملوا في طريقهم وجميل بيمشي وراهم، بس فجأة جميل بيجري بعيد أكنه شاف عفريت. ليه بقى؟ شاف شكل راجل في الضباب، وطبعا بعد لما قلبهم هيقع يطلع كله تخريف، شوية صخور واقفين جنب بعض. ففجأة بيظهر كلب جولدن بينور أحمر، فراح رامز قال له اقعد وسلم. ولما بيقول له اتكلم بيتفاجئ الكلب بيرد عليه من الجهاز اللي في رقبته وبيقول له ازيك، انا اسمي شهم، وانا لما شفت مستر فريد زين حبيته، وعندي مهمة اني امسك طائر. وطبعا جميل الطائر يفاجئه ويمسك فيه علشان يضربه ويهجم عليه لما شافه قرب من رامز. فشهم بيقول لهم ينفع اخد الطائر لصاحبي اللي ركب لي طوق الكلام في رقبتي، وفريد بيوافق وبيكملوا الرحلة مع بعض. وفي الوقت ده بقى ال3 كلاب اللي شفناهم قبل كده بيجروا ورا جميل شموا ريحة فريد ورامز من بعيد، اللي قرروا يسموه البوسطجي علشان ريحته داخلة في دماغهم إن شكله بيبعت جوابات. الزعيم بتاعهم اسمه أمجد، عبارة عن كلب دوبرمان فرد نفسه. قال للكلبين اللي معاه انتوا لازم تدوروا أكتر لحد ما نلاقي الطائر، محدش يغفل لحظة، احنا بنفتش على أي خط يوصلنا ليه هنا، فاهمين؟ بس أمجد صوته كان رفيع قوي زي ميكروفون خربان. طلع قال ايه عنده خلل في جهاز الصوت اللي في رقبته، فقعد يتكلم بصوت يضحك الكلاب، والكلاب قعدت تضحك عليه. وقال لهم خلونا اشوف شهم وصل فين هو كمان. ولما كلموا من الجهاز اللي في رقبته طلع ان شهم مع الطائر اللي بيدوروا عليه من الصبح، وحددوا مكانه ورايحين له. المهم ان فريد وجميل ورامز وشهم بيكملوا الرحله مع بعض، بس فريد مش طايق الدوشه، كل شويه يبص عليهم ويقول هو ايه الهم ده يا ربي، ويقعد يزعق لهم. وبيحدف كرة تنس لشهم يروح وراها علشان يهربوا منه، وبيحدف حتة شوكولاتة كمان علشان جميل يجري وراها، وبيجري هو ورامز يهربوا منهم. بس في الاخر بيلاقي شهم جاب الكورة وجالهم هو وجميل، وبيجي عليهم الليل والدنيا بتمطر وبيتحموا في البيت لحد الصبح. رامز بيعترف بسر الأستاذ فريد إنه مش بيشوف باباه وعنده مشاكل معاه، فبيصعب على فريد وبيقرروا ان هم ياخدوا جميل معاهم في رحلتهم. ولما بيصحوا الصبح فجأة جميل بينادي بصوت غريب، فبيرد عليه شوية أصوات من بعيد، وشهم لما سمع صوتها بيقول لهم جميل دي بتنده على عيالها. فرامز بيصرخ ويقول ايه ده، جميل كمان طلعت ست، ده كده قشطة قوي. وبعد مطاردات هنا وهناك الكلاب بتوصل لفريد ورامز، لكن جميل قبلها كانت خلعت وراحت لولادها.
أمجد قعد يشتم شهم إنه ضيع جميل من إيديه، والكلاب قرروا يخطفوا فريد ورامز وياخدوهم للريس الكبير. وفجأة المشهد بيفتح على وادي ضخم مليان كلاب كلهم لابسين أطواق فيها أجهزة متطورة، لغاية لما ظهر لهم الريس الكبير. بس مين الريس؟ شارل سمعان بشحمه ولحمه. شارل سمعان استغرب إنهم طاروا كل المسافة دي بالبيت ده. طبعا فريد اتصدم لما عرف إنه قاعد قدام المغامر اللي اتجنن في الغابة وعايش حياته بيطارد في جميل المسكين عشان يثبت إنه مش نصاب. خدهم شارل يركبهم معاه المنطاد بتاعه على إنه مرحب بيهم، والكلاب لبسوا شهم قمع العار عشان معرفش يمسك الطائر. شارل قعد يحكي لهم عن انجازاته وكل الحيوانات اللي مسكها وحنطها في المتحف بتاعه، وخدهم يتعشوا وبيقول لهم انه بيدور على طائر هو اللي هيرجع له هيبته ومكانته وسط العوالم اللي كدبوه. فريد ما صدقش ان شارل قعد السنين دي كلها في الغابات يدور على جميل، لدرجه ان دماغه لفت خالص من كتر الجنون. لكن بعد شويه قلب عليهم لما عرف ان رامز كان بياكل جميل. بعد كده شارل قعد يوريهم ماسكات ناس كانوا بيجوا الغابه يدوروا على جميل، بس هو موتهم. كل واحد فيهم كان عايز يسرق الطائر اللي هو عايز يمسكه. فريد ورامز كانوا في حاله صدمه، قالوا لبعض يا عم خلينا نهرب قبل ما المناخوليا ده ياخد باله من جميل. وفعلا خدوا بعضهم وطلعوا يجروا بره السفينه. بس يا فرحه ما تمت، شارل سمع صوت جميل وهو بينادي من فوق بيت فريد. قام شارل بعت الكلاب تجري وراهم وتطاردهم، ولما جم يهربوا لقوا الكلاب محاصراهم. بس شهم طلع شهم فعلا، اثبت انه مش كلب عادي، ساعدهم بكل شجاعه. وجميل كمان خدهم على ظهره وجري بيهم، بس وهم بيجروا بلالين كتير كانت بتفرقع علشان الكهف كان ضيق، وده خلى رامز يقع من على جميل. ولما جه امجد يمسكه شهم زق عليهم الحجاره اللي موجوده فوق الجبل علشان تعطلهم، بس امجد مسكه وحدفه من فوق الجبل. ورامز كان عمال يتمرجح لحد ما فريد مسكه. ولما كلهم وصلوا لاخر الجبل ما بقوش عارفين يتصرفوا ازاي، بس لقوا ان البيت لسه طاير ومكمل، فمسكوا جميل وشهم ونطوا للناحيه التانيه من الجبل. بس امجد ما سكتش، نط مسك في رجل جميل وعضها ووقع بعد كده في النهر. ولما نزلوا الناحيه التانيه وجم يمشوا لقوا جميل يا عيني اتعورت، بس فريد وعدها يوصلها لعيالها بامان. والكلاب بعد ما وقعت في النهر رجعوا تاني لشارل، ولما قالوا له ان شهم هو اللي ساعدهم افتكر ان شهم راكب في رقبته جهاز GPS، فقال انا هعرف مكانهم فين. ولما فريد وصل هو ورامز للمكان اللي موجود فيه ولاد جميل، فجأة شارل حدف شبكة كبيرة وقبض على جميل. مستر فريد هو ورامز كانوا بيحاولوا يقطعوا الشبكة، بس شارل بقى مصمم يكمل جنانه، راح رامي فانوس بنزين تحت بيت فريد يحرقه، ففريد يجري عليه زي المجنون ويطفي النار وينسى الطائر المسكين اللي شايل حمل السنين دي كلها. وشارل المفتري خد جميل وطار بالمنطاد بتاعه. لما فريد طفى النار اخيرا رامز بيقول له انت اتخليت عن جميل. بص لشهم ورامز بنظره احباط واتعصب عليهم وقال لهم انا كان مالي ومال الجنان بتاعكم، انا هروح الشلال لوحدي ومش عاوز حد معايا. وفعلا بيجر البيت لوحده وبيوصل الشلال وبيحقق الحلم اللي هو كان عاوزه. ورامز لما بيوصلوا عند الشلال بيرمي كل شراط الكشافه لان فريد نزل من نظره. فريد دخل البيت، عدل الكرسي بتاعه هو وكرسي ليلي، وقعد على الكرسي بتاعه وفتح كتاب المغامرات اللي كان بتاع المرحومه ليلي. بصله كده والدمعه هتفر من عينيه، وشاف ذكرياتهم مع بعض وقال يا خساره كانت بتحلم تشوف الشلالات وما لحقتش. وقبل ما يقفل الكتاب ويقوم لقاها كاتباله في اخر صفحه بخط ايديها شكرا على المغامره، دلوقتي روح اعمل مغامره جديده. فريد تاب وقام زي الاسد وقام قايل ليلي لو شايفاني دلوقتي هتقول لي قوم يلا يا باشا، الفارس لازم يرجع يركب الحصان ويحارب. خرج لقى رامز طاير بشويه بلالين وبلاور وقال له انا هروح اساعد جميل ومش عاوز مساعدتك، وسابه وطار. فريد حاول يزق البيت بس معرفش، فقرر يفضي البيت من كل العفش الزايد علشان يرجع البيت يطير تاني في الجو. وقال باي باي لكل حاجه تقيله في حياتي، حتى الكرسي بتاعي انا وليلي اللي كنا بنقعد عليه. والبيت فعلا بيطير وفريد بيجري ورا رامز عشان يلحقه، وهو طاير في السكه بيلاقي الباب بيخبط وبيفتكر رامز بس بيطلع شهم. بصله وقال له انا فضلت مستخبي في البلكونه عشان بحبك. فريد قال له انت كلبي وانا صاحبك، ادخل يلا. وشهم هز ديله كانه بيقول واخيرا لقيت اللي يفهمني. رامز وصل للمنطاد وقدر يدخل جوه المنطاد بتاع شارل لما لقى شباك مفتوح، بس للاسف اتقفش في ثواني من الكلاب واتربط في كرسي واتحط فوق باب المنطاد عشان يرميه. وشارل شاف فريد وهو طاير بالبيت بتاعه وجاي. فريد شاف رامز وهو بيصوت علشان كان هيقع، جري عليه وراح ينقذه، وفعلا لحقه في اخر ثانيه وحطه جوه البيت عشان يكون في امان. بعد كده فريد وشهم راحوا يحرروا جميل من القفص ودخلوا من فتحات التهويه بتاعه المنطاد لحد لما وصلوا اوضه جميل، بس لقوا امجد داخل ومعاه الكلاب. فريد شتت الكلاب اللي بتحرس جميل لما رمى لهم كره التنس كانت في العكاز بتاعته، وهم زي الهبل جريوا وراها وفك جميل. رامز كان في الوقت ده بيحاول يفك نفسه
علشان يروح يساعدهم، بس للأسف البيت بعيد عن المنطاد ورامز وقع من على الكرسي بعد ما فك نفسه، بس لحق ومسك في خرطوم المية لحد ما رامز بيخبط في شباك غرفة القيادة بتاعت شارل. فشارل بيطلب من الكلاب اللي بتطير إنها توقع البيت، بس رامز كان عامل فيها رامبو صغير. شارل ظهر فجأة وشهم عضه من رجله، وقامت بينه وبين فريد معركة بالسيوف، بس فريد بدل السيف كان ماسك العكاز بتاعه وقال له مش لازم السلاح، المهم الروح. وشهم كان بيجري من باقي الكلاب علشان ما يمسكوهوش، فبالصدفة خبط دراع توازن المنطاد وخلاه يتمرجح، وده خلى الكلاب تتمرجح، وشارل معرفش ينتصر على فريد. فريد قدر يخرج من الشباك هو وجميل ويطلعوا على سطح المنطاد، وطبعا شارل وراهم مش هيسيبهم. وامجد كان بيضرب شهم لحد لما شهم حبس راسه ولبسه في رقبته قمع العار، والميكروفون بتاعه باظ، فالكلاب بقت بتضحك على صوته. شهم ساعتها بقى هو زعيم الكلاب وهزمه بذكاء وقال له يا امجد شهم مش كلب عادي، ده اسطوره يا حبيبي. رامز قدر ان هو يطلع البيت ويضحك على الكلاب ويقول لهم ده في سنجاب، خلاهم كلهم خبطوا في بعض بالطيارات. وفريد طلع على السطح هو وجميل، وشهم طلع لهم من سقف المنطاد. ولما ندهوا على رامز علشان يجي لهم بالبيت، شارل طلع بندقيه وطلع من سقف المنطاد وضرب نار على البلالين، خلى البيت ما يطرش وينزل على سقف المنطاد. ومستر فريد جري ورا البيت علشان يلحقه ما يقعش، بس شارل كان عمال يضرب عليهم نار علشان يموت جميل. بس رامز وجميل وشهم دخلوا استخبوا جوه البيت، وجات فكره لفريد زين عبقريه. استخدم الشوكولاته طعم علشان يخلي جميل يخرج من البيت ومعاه شهم ورامز، وبكره الخرطوم اتكسرت من البيت. ولما شارل حاول ينط وراهم رجله اتكعبلت في شويه بلالين وفضل طاير في الجو لحد ما الجاذبيه قالت له انزل يا حلو يا جميل. جميل ورامز وشهم كانوا متشعلقين في الخرطوم، وبالنسبه لهم كانت مغامره جميله. يمكن فريد زعل لما شاف البيت بيقع قدام عينيه، بس هم قعدوا يواسوه، وفريد رجع هو ورامز في المنطاد ومعاهم كل الكلاب. وبنشوف بعد كده رامز وهم بيكرموه على لقب مغامر كشاف من اللي هو. لما باباه ما حضرش، فريد كان الاب البديل واداله سام كانت ليلي مراته اديتهوله. وفريد ورامز وشهم بيقعدوا ياكلوا ايس كريم لما يخلصوا الاحتفال. اما البيت بتاع فريد وليلي وصل اخيرا للشلالات لوحده، وقف على طرف الجبل كانه بيقول حتى لو الدنيا خدت كل حاجه انا وانت كسبنا حلمنا. وبكده يكون فيلمنا النهارده خلص. اعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب، ولو حابب تكتب لي في تعليق عاوز فيلم ايه المره الجايه علشان اعملهولك ده هيبسطني جدا. كان معاكم يا عزاز على قلبي خالد ابراهيم، ودي كانت حكايه جديده من حكايات قبل النوم. السلام عليكم. عاوز أشكركم إنكم بتقدموا الدعم وبتتفرجوا على الفيديو للآخر، وعلشان كده الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات للآخر أنا عامل لهم مفاجأة وهدية قيمتها 15,000 جنيه هيكسبها فائز واحد، وهيتعمل عليها سحب عشوائي هنا على القناة في لايف. يعني شكلها كده هتكون من حظك. فلوس 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 فلوس. بس لازم تعمل شروط المسابقة دلوقتي، اللي هي تكون عامل لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتنزل تصلي على سيدنا محمد في التعليقات، علشان الجايزة المرة دي هتكون موبايل سامسونج جالاكسي A55 اللون الكحلي. فيلا بينا نبدأ الفيلم النهاردة، وما تنساش تتفرج على الفيلم للآخر علشان تكون من الفايزين. يبدأ فيلمنا النهاردة من الغابات في أفريقيا، وبالتحديد في أرض العزة، وبنشوف الحيوانات وهي متجمعة عند بيت الأسود، وسيمبا بيتكلم ويخطب فيهم بيقول لهم يا أهل أرض العزة إن شاء الله ربنا هيرزقني بمولود جديد علشان نالا حامل. الأرض دي أرض أبويا وجدودي وأرضكم أنتوا كمان. وبنروح لنالا اللي بتدور على مكان تولد فيه في وسط الغابة ومستنية سيمبا يجيلها. كمان بنشوف أخف دم في الفيلم كله تيمون وبومبا وهم رايحين يقابلوا سيمبا، وسيمبا بيطلب منهم ان هم يفضلوا قاعدين مع كيارا ابنه لحد ما هو يرجع علشان هو هيروح لنانا علشان بتولد. بس بومبا بيقول له حد قال لك يا عم ان احنا ديدات في حضانه؟ وتيمون كمان بيقول له يا عم سيمبا انا ما بحبش العيال اصلا. سيمبا بيقول لهم يا شباب الست بتولد في الغابه، ما ينفعش اسيبها لوحدها، وفي نفس الوقت ما ينفعش اخد كيارا معايا، فبعد اذنكم زقوا معايا الليله، واهم حاجه ما تحكولهاش حكايات ولا تخوفوها. بومبا بيقول له طبعا امال طبعا. فتيمون بيقول لبومبا يا عم هو احنا اصلا حلتنا
غير الحكايات. قال له يا عم اصبر بس لما هو يمشي ونقعد نحكي لها براحتنا. سيمبا بيقول لهم يا رجاله انا على فكره سامعكم، انتم ناسيين ان انا اسد ولا ايه؟ وبنشوف كيارا وهو بيقول لسيمبا انا خايف يا بابا من العاصفه اللي جايه وعايز افضل معاك انت وماما. سيمبا بيقول له ما تخافش انا سايب معاك 2 وحوش يسدوا عين الشمس، تيمون وبومبا، وبيسيبه ويمشي. والتيمون وبومبا ما بيصدقوا يقعدوا يحكوا له حكايات رعب وان قال ايه هم اللي ضربوا سكار ووقعوه من على الجبل. كيارا بيقول لهم ناقص كمان تقولوا لي ان انتم اللي اكلتوا لحمه. بيقولوا له اكنك كنت معانا بالظبط، دي كانت احلى حته لحمه كلناها في حياتنا. قال لهم غريبه اصل بابا كان بيحكي لي ان هو اللي هزم سكار. بيقولوا له انت عارف ابوه بيحب ينخع كتير ويكذب، بس حظهم كان وحش، حصل برق ورعد خلى جدتهم تتلبش وخافوا واستخبوا مع كيارا وبيقعدوا يتخانقوا مع بعض علشان يغنوا اغنيه لكيارا. بس كيارا لما بيبص الناحيه التانيه بيلاقي القرد رفيق اللي مربي ابوهم. بيقول له ما تخافش يا قطتي انا جيت لك مخصوص عشان تبقى مطمن. كيارا بيقول له انا خايف من العاصفه. ضحك وقال له امال لو كنت شفت ابوك لما كان قدك كنت عملت ايه؟ ده كان بيترعب من خياله وبيستخبى في جدك لحد ما جدك علمه ازاي ما يخافش. قال له انا كان نفسي جدي يكون موجود علشان يعلمني زي معلم بابا. قال له يا سلام تعالى يا سيدي احكي لك حكايه جدك مفاسد واخوه سكار. وكيارا وتيمون وبومبا قعدوا يسمعوا الحكايه. بنرجع للزمن لما كانت الحيوانات مهاجره من ارض صحراء وام مفاسه ايفا وابوه ماسيجو بيندهوا عليه لما بيقول لهم هو النور ده جاي منين؟ امه بتقول له ده جاي من ورا السحاب من عند اجدادنا من مكان اسمه ميليلي. ابوه بيقول له تخيل يا مفاسه لو المكان ده كله زرع وميه وحيوانات، انا عاوزك انت اللي تخلي المكان ده كده مش تتخيل بس. مفاسه بيلاقي الدنيا بتمطر وهو والحيوانات كلهم بيتجمعوا عند مكان الميه بتتخزن فيه، بس فجاه الميه بتبقى نازله كتيره جدا لدرجه ان مفاسه مش هيبقى عارف يخرج من المكان ده. ابوه وامه بيروحوا ينقذوه وطبعا الميه بتبقى عامله زي الفيضان بتشيل اي حاجه قدامها، والميه جوه بتبقى عامله زي الدوامه. مفاسه وابوه بيبقوا عمالين يلفوا فيها بس ابوه بيمسكه من رقبته وبيحدفه على مكان يعرف يطلع منه يروح لامه. ومفاسه وهو رايح لامه حظهم النحس ان في فيل بيتكعبل والميه بتزقه هو كمان فبيخبط في السد اللي بيكون معمول وكلهم بيقعوا ويجيعوا من بعض، والميه بتفضل تزق في مفاسه لحد لما بيوصل لنهر بعيد جدا عن امه وابوه. بس هو نايم على جذع شجره. بينده عليه اسد من نفس سنه اسمه تاكا. بيقول له انت ايه اللي نزلك في النهر ده في تمساح هياكلك دلوقتي. وفعلا بيبقى في كذا تمساح بيجري عشان يروح ياكله. مفاسه بيقعد يحاول ان هو يعوم ولما بيجي يطلع من النهر بيطلب من تاكا انه يساعده. ولما بيجي يساعده التماسيح بتبقى خلاص هتاكلهم، بس ام تاكا بتخوف التماسيح بصوتها وبتنقذ الاولاد وبتقول لمفاسه انت ايه اللي جابك هنا؟ ارجع القبيله بتاعتك لان احنا ما بنقبلش الناس الغرب في القبيله بتاعتنا. بيقول لها بس انا تايه مش عارف ارجع ازاي، وبيحكي لها حكايته وازاي بعد عن امه وابوه. بيصعب عليها وبتقول له تعالى معانا وامرنا لله، وعلى العموم انا اسمي ايشا. مفاسه بيقول لها اسمه. ولما بيرجعوا القبيله بيقابلهم الملك اوباسي وبيقول لايشا انت ازاي تجيبي حد غريب معاك القبيله؟ اوباسا بيبقى خايف من مفاسه ان هو يكبر ويسيطر هو على القبيله وبيجي يطرده من القبيله. مفاسه بيقول له بس ده ظلم وبعدين انا قوي كفايه ان اعرف احمي نفسي. اوباسي بيقول له حلو الكلام ده، انا هشوف مين الاشطر انت ولا تاكا ابني. هعمل ما بينكم سباق، لو كسبته هتقعد معانا في القبيله ولو خسرت هتمشي من القبيله. واوباسي بيعمل السباق بين تاكا ومفاسه، بس اوباسي بيغش وبيكعبل مفاسه علشان ابنه هو اللي يكسب. بس مفاسه بيكمل جري وام تاكا بتقول له اوباسي ما تعطلوش. قال لها ابني لازم يكسب حتى لو بالغش. قالت له يبقى ابنك مش هيطلع راجل، خليه يعتمد على نفسه ويكسب هو. وتاكا ومفاسه بيكملوا جري لحد لما مفاسه بيجري اسرع من تاكا، وتاكا بيعمل فيه جميله وبيقول له انا هخليك تكسب عشان انا نفسي يبقى ليا اخ. وفعلا مفاسه هو اللي بيكسب وبيروحوا يلعبوا مع بعض وبيبقوا الاتنين اكنهم اخوات وبيلعبوا مع الحيوانات. وبنشوفهم لما كبروا لسه مع الحيوانات عمالين يلعبوا. لما راحوا عند شجره العيله الاسود كلها اتضايقت منهم وقالوا لاوباسي عيالك عمالين بيرخموا علينا شوف لك حل فيهم. فبيطرد مفاسه وبيقول له روح اقعد مع الستات. وتاكا ما بيعجبوش الكلام بيقول لباباه فيها ايه يعني لما يبقى معانا. وباسا بيقول له هيجي عليه وقت وهيخونك وهيبقى عاوز يبقى هو الملك. مفاسه بقى قاعد مع امه بتدربه على الصيد وبتعلمه يدرس كل فريسه من خطوه رجليها وريحتها. بس مفاسه بيقول لها الريحه دي بتفكرني بريحه ابويا وامي. ايشا بتقول له على فكره هم لسه عايشين، انت بس محتاج تدور كويس عليهم، والتدريبات اللي انا بدربها لك دي مفيش اي اسد راجل تاني يعرفها غيرك انت ومسيرك تبقى الملك. بيقول لها انا كده حر كده احسن، مش عاوز ابقى من القبيله ولا اكون ملك. تاكا بيبقى واقف بيسمعهم. ولما ايشا خدت مفاسه تدربه على الصيد كان في عدو هم ما يعرفوش انه موجود شايفهم
بيشوفهم من بعيد وبيهجموا الاسدين على ايشا. مفاسا بيروح يهاجمهم وتاكا في غزاله وهي بتجري بتخبطه فبيقع على الارض. مفاسا بيشوف تاكا بيلاقيه خاف وجري. اسد يالا في ايه؟ ايشا ومفاسا بيقعدوا يتخانقوا مع الاسدين لحد لما مفاسا بيموت اسد منهم والتاني بيهرب. مفاسا وايشا لما بيرجعوا للقبيله بتاعتهم اوباسي بيلاقيهم تعبانين فبيسالهم ايه اللي حصل. ايشا بتقعد تحكي له على الخناقه وان لولا مفاسا كانوا الاسدين موتوها وتاكا هرب من الخناقه. اوباسي بيقول لمفاسا انا مديون لك بدين كبير في رقبتي بعد اللي حصل، ويبعت اسد بيتاكد ان قبيله الاسدين دول بعيده. وبنشوف قبيله الاسود البيضاء وبنعرف ان اللي مفاسا قتله ده يبقى ابن الملك بتاعهم اللي اسمه كريتوس. وبيقول للاسد اللي رجع انت السبب انك سبت ابني يتقتل وهربت، انا مش هموتك، انا هخلي اهلك هم اللي يموتوه. طبعا بيبقى شايف الكلام ده كله الاسد اللي كان اوباسي بعته علشان يشوف القبيله دي. اوباسي بيقعد يفهم ابنه ان اللي انت عملته ده مش رجوله، انك تسيب امك وتجري المفروض انت اللي تحميها مش مفاسا. مفاسا مش ابنها واهو بقى مشيلنا جميله. والاسد اللي اوباسي بعته رجع وقال له الحق يا اوباسي الرجاله جايين علينا وناويين على الشر وعددهم اكتر مننا. اوباسي بيقول له خلاص يبقى الموت في القطرة سترة وتشكر ما نحرمش. وبيخلي تاكا يهرب من القبيله هو ومفاسا علشان يحميه علشان ابنه اللي من صلبه ما يموتش. الصبح بنشوفهم وهم بيودعوا ايشا وبتقول لهم روحوا دوروا على ارض ميليلي عيشوا فيها. كيروتوس وصل هو والقبيله بتاعته عند قبيله اوباس وبيسالهم مين فيكم يا رجاله الملك. اوباس بيقول له هو خايف ما يخصكش مين الملك، انت جاي تتحداني وفي عهد بين الاسود وبعضها. كيروتوس قال له الكلام ده في الجنه، انا هنا الملك ومفيش غيري. والاسود البيضاء بيتلموا عليهم علشان يحاربوهم. تاكا هو ومفاسا بيبقوا بيجروا وتاكا بيبقى عايز يرجع علشان ينقذ اهله، بس مفاسا بيقول له الوقت عدى ما ينفعش خلاص نرجع، يلا بينا نكمل طريقنا. وعلشان هم ما بيجروش بسرعه الاسود البيضاء بيشموا ريحتهم وبيجروا وراهم. ومفاسا بيخاف من الميه فما بيعرفش ينط وبيقول لتاكا احنا لازم نواجههم مش هنفضل نجري كتير لحد لما الاسود البيضاء بيوصلوا. والملك بتاعهم بيقول لهم مين فيكم اللي موت ابني. مفاسا بيقول له انا اللي موتته وتاكا ده مش من العيله مالكمش دعوه بيه، بس بيقولوا له احنا كده كده هنموتكم انتم الاثنين. فبيجروا والاسود البيضاء بيجروا وراهم لحد ما بيوصلوا لاخر الجبل. ما بيبقوش عارفين يتصرفوا ازاي، بس قبل لما يحاربوا الاسود البيضاء تاكا بيشد مفاسا من رقبته وبينطوا جوه الشلال، بس الاسود البيضاء ما بيسكتوش. في واحد منهم بينط وراهم بس لما بينزل ويقرب يوصل لهم في تمساح بيقوم واكله وبيروح يهجم على مفاسا وتاكا. وقبل لما يوصل لمفاسا وتاكا غصن الشجره اللي بيبقوا متعلقين عليه بيتكسر والتماسيح ما بتعرفش توصل لهم. لما بيطلعوا من الميه وهم بيتمشوا بيحس انه في حد بيراقبهم وبيطلع فعلا في واحده مراقباهم اسمها زورابي. بتقول لهم انتوا مين وايه اللي جابكم هنا. تاكا بيعرفها على نفسه وبنكتشف ان معاها طائر اسمه زازو بيبقى ماشي معاها علشان يراقب لها الطريق وهو بيطير. وبيقول لهم شرفتونا الشويه دول، كملوا طريقكم يلا يا رجاله بلاش لكاعه والنبي. زورابي بتقول لهم انتوا رايحين على فين. مفاسا قال لها احنا رايحين ميليلي. قالت له مفيش حاجه اسمها كده، ميليلي دي اسطوره مش حقيقيه وبيسمعوا صوت بعيد. مفاسا بيقول لها تعالى لما نشوف الصوت ده ايه، يمكن يكون اكل ونتعشى كلنا. وكمان بنشوف شجره القرود وبنعرف منها حكايه القرد رفيق وانه يا عيني لما اتولد وعنده مشكله في رجليه وانه بيعمل مشاكل كتيره في القبيله بتاعته وبقيه القبيله مش حابينه وعايزينه يمشي. نعرف ان حكايته كانت زي حكايه مفاسا، ضاع من اهله برضه وان مرات الزعيم هي اللي ربته. وبيقول لها ان هو هيمشي لان وجوده بقى بيعمل مشاكل وهيروح يدور على اهله. ونزل من الشجره كان ماشي في الغابه بس بيلاقي في وشه مفاسا بس ولا اكنه موجود، ما بيخافش منه وبيسيبه ويمشي. فتاكا بيقول له انت مش خايف ناكلك، احنا اسود. قال له كني بس على الاقل مش هتعرف توصل لميليلي. مفاسا قال له انت رايح هناك. قال له ايوه واخويا مستنيني هناك. زورابي بتقول له واحنا ليه نثق في قرد. بيقول لها لازم تثق فيا، ده لو عاوزه تكوني اميره. ام مفاسا قايل له خلاص يا عم احنا هنعمل معاك اتفاق، انت توصلنا لحد هناك واحنا مش هناكلك ونحميك. قال لهم لا. تاكا قال له ده انت بارد وكان هياكله بس مفاسا منع. رفيق قال لهم خدوا بالكم انا لوحدي ممكن اتاكل زيكم، بس لو احنا كلنا مع بعض هنعرف نحمي بعض. وبيمشوا كلهم مع بعض في طريقهم علشان يروحوا ميليلي. وبنرجع لكيارا وهو بيبص للسما وبيقول لباباه ومامته لو سامعيني يا ريت ترجعوا البيت بسرعه علشان انتوا وحشتوني. ورفيق بيروح له يقعد معاه وبيساله هو ليه ممكن حد يكرهني، لان مش كل الناس هتحبك تبقى ناجح، في اللي هيحب يشوفك وانت بتخسر او وانت تعبان.
كمان، لدرجة ان في ناس انت بتحبهم وهم بيحبوك هيأذوك وهيسببوا لك ألم، هيخلوك تكرههم وتكره كل حاجة حتى نفسك. ورفيق بياخد كيارا في حضنه. مفاسا بقى كان بيحلم بابوه وامه، ولما صحي لقى رفيق قاعد في نص المية. قال له انت قاعد كده ليه؟ رفيق قال له بفكر في حياتي اللي زي حياتك، وان انت ضعت من اهلك وانت صغير، علشان كده بتشوفهم في احلامك على طول ودايما بتخاف من احلامك. مفاسا قال له عندك حق، انا حتى حاسس اني ضايع من غيرهم، وحاسس ان الحلم ده مش هيتحقق واني مش هعرف اشوفهم تاني. رفيق قال له خد بالك، امك بتوريك الطريق بس عن طريق احلامك، وهي مستنياك. انا هغطس شويه على ما الباقي يصحوا. الصبح يوصلوا لنهايه الجبل. مفاسا بيقول لهم احنا لازم ننزل نتمشى من تحت الجبل علشان ما يشوفوناش. زورابي بتقول له وايه اللي يخلينا نمشي من تحت؟ قال لها انا شامم ريحتهم، وابتدى يعلمها اللي ايشا كانت بتعلمه له. وفعلا هي كمان بتشم ريحتهم وبتقول لهم مفاسا صح، احنا هننزل نتمشى من تحت. والاسود البيضاء شموا هم كمان ريحه مفاسا، وعرفوا ان هو مش لوحده وان معاه زورابي ورفيق. وتاكا اعترف لمفاسا ان معجب بزورابي، ومفاسا بينصحه ازاي يعترف لها ان هو معجب بيها. وفعلا بيروح عشان يقول لها انا معجب بيك، لكن لما بيطلعوا من تحت الوادي بيلاقوا قطيع افيال ماشي، ومن وراهم بيكتشفوا ان الاسود البيضاء موجوده على الناحيه التانيه، ونطوا عشان يوصلوا لهم. مفاسا قعد يطلب من الافيال ان هم يساعدوهم، وزورابي قررت ان هي تخلي الافيال تجري، فضربت عش نحل وقعته في نص القطيع. والنحل طبعا قعد يقرص في الفيله وجريوا، وبقوا بيدوسوا على اي حد قدامهم، حتى الاسود البيضاء بقوا بيشوطوهم ومفاسا كمان. بس هو عرف يطلع على شجره هو والقرد، وزورابي وقعت من على الشجره والافيال خبطتها واغمى عليها. مفاسا اتحمق عشانها ونزل ينقذها، وتاكا شافه وعرف ينقذها، وباقي الاسود البيضاء ما عرفوش يعدوا وجريوا علشان يلحقوا يلفوا ويروحوا من طريق تاني. ورفيق كان ماسك في جذع شجره، الجذع انكسر ووقع بيه، ومن ساعتها الجذع ده بقى هو العكاز بتاعه. مفاسا راح عشان يفوق زورابي، ولما سالتهم مين اللي انقذ حياتي، مفاسا قال لها تاكا. مرضيش يقول لها ان هو اللي انقذها، وتاكا بيشكره انه عمل كده. ورفيق بيوصلهم لاول الجبال بتاعه التلج اللي بعدها هيلاقوا مليلي. ومفاسا بيساله قال له قول لي يا رفيق انت كام حلم حلمته تحقق معاك؟ رفيق بيقول له ما بعدش يا جيمي. بهزر معاك، ولا واحد منهم يابو السقاسيق. مفاسا بيقول له سقاسيق يعني انت مشحططنا وراك وانت ماشي بالبركه؟ رفيق قال له هو في احسن من البركه؟ بص انا هقول لك انا بحس بايه، بحس ان اللي بحلم بيه بيتنفذ فبكمل فيه، بس السؤال بقى هنا انت بتحس بايه؟ وبيكملوا طريقهم في المشي. مفاسا بيطلب من زازو ان هو يرفرف بجناحات على بصماتهم علشان التلج يغطيها والاسود البيضاء ما يعرفوش يوصلوا لهم. وفعلا الاسود البيضاء لما بييجوا يطلعوا على الجبل ما بيعرفوش هم مشوا في انهي طريق علشان زازو خبى اثرهم. مفاسا بالليل بيقعد يتكلم مع زورابي، وبتقعد تقول له انت اللي شميت ريحه الاسود البيضاء، انت اللي بتعرف تشم، يبقى انت اللي عرفت ان انا ريحتي حلوه. وبيشوفهم تاكا وبيغير لان بيسمعها بتقول له انت اللي شجاع والمفروض تكون انت الملك، هو ما انقذنيش وسمعتك وانت بتقول لي مسكتك يا زورابي. مفاسا بيقول لها دمه هو دم الملوك مش انا. قالت له وانا عاوزاك انت مش هو. وبيقعدوا يحبوا في بعض شويه. تاكا بيبقى شايفهم، وساعتها بيقرر انه يتخلى عن مفاسا وانه ما يقولوش اخويا تاني. وبيتزحلق من على الجبل وهو ماشي، وبيقع في مكان قريب من الاسود البيضاء، وبيروح لهم برجليه ويقول لهم انا جاي عشان اساعدكم واقول لك مين اللي قتل ابنك يا كريتوس، وهو كمان اللي انتصر عليه وخلاك مزنوق هنا في التلج. مفاسا هو اللي عمل كل ده، وانا الوحيد اللي هعرف اوصلك ليه. والمليلي انا الفرصه الوحيده اللي قدامك انك توافق عليها. كيروتوس بيطلب منه ان هو يبقى معاهم، وتاكا الخاين بيوافق. والصبح تاكا بيرجع لمفاسا وبيقول له انا بشكرك انك خليت بالك مني. وبيكملوا مشي، بس تاكا بيحط علامه وهم ماشيين على الحجر علشان الاسود البيضاء يعرفوا الطريق. مفاسا والناس اللي معاه بيوصلوا مليلي وبيشوفوا قد ايه ان هي جميله جدا، وكلهم بيقعدوا يلعبوا مع بعض الا تاكا. الغيره عنده بتبقى بتاكله من مفاسا. ورفيق بيجري على طول على الشجره اللي كان بيحلم بيها، بس ما بيلاقيش اخوه اللي كان بيحلم بيه ولا اهله. وبيقول لمفاسا انا ما كنتش بشوف اخويا فعلا ولا اهلي، انا كنت بشوفك انت يا مفاسا. والحيوانات بتروح لمفاسا وبيقولوا له خلي بالك احنا عارفين حكايتك وانت كده بتشكل خطر علينا، الاسود البيضاء لو جت هياكلونا. بيقول لهم لا ما تقلقوش، هم ما يعرفوش ان احنا هنا. اصلا مفاسا ما يعرفش ان اخوه خانه. وبيلاقي فعلا الاسود البيضاء وصلوا. مفاسا بيستغرب هم وصلوا ازاي، وبيقعد يقول لبقيه الحيوانات ما تخافوش منهم، احنا اكتر منهم واقوى منهم. كيروتوس بيقول له اسمع يا مفاسا، كده كده انا هموتك واخد بطار ابني، وبعدها هنسيطر على كل المملكه وابقى انا الملك. مفاسا بيقول لرفيق ركز بقى عشان نختصر الليله دي. لما انده عليك خليهم كلهم يتجمعوا. كيروتوس بيقول للاسود اللي معاه في اسود تانية موجوده هنا، شوفوا ايه نظامهم. وايشا بتسيب مفاسا وتروح تتكلم مع باقي الحيوانات. مفاسا بيطلع هو وتاكا للاسود البيضاء علشان يحاربوهم،
بيكلمهم، بس الملك بتاعهم بيقول له انا لولا اخوك ما كنتش عرفت اوصل هنا. فموفاسا بيعرف ان اخوه هو اللي خانه، فبيساله انت ليه عملت كده؟ تاكا بيقول له لان انا ابن الملك والمملكه دي المفروض تكون بتاعتي، ده حتى ايشا اختارتك عني زي ابويا وامي، انا اخترت ان مصيري معاهم. كيروتوس بيقول لموفاسا كل ده كان من نصيب ابني وانت موته، بس دلوقتي كل ده هيكون من نصيبي انا. والخناقه بينهم بتبدا وبيضربوا بعض، ولما موفاسا بيوصل على طرف الجبل كيروتوس بيهجم عليه، بس موفاسا بيعرف يزقه ويوقعه من على الجبل. ايشا بتروح تقول للاسود اللي موجودين ما ينفعش تكونوا لوحدكم، لازم تحاربوا معانا ولازم كلنا نبقى ايد واحده والا هياكلونا ويسيطروا هم كمان على المكان. موفاسا ساعتها بيقعد ينده على كل الحيوانات وكلهم فعلا بيبصوا له، فبيقول لهم انا عارف انكم خايفين، بس لو فضلنا خايفين منهم هم اللي هيعرفوا ينتصروا علينا، خليكوا واثقين فيا، لو بقينا كلنا ايد واحده هنقدر نهزمهم. هم دلوقتي جايين عشان يموتوني، بس بعد ما هيموتوني هيبتدوا يموتوكم انتوا كمان. ميليلي ده بيتنا احنا مش بيتهم، لازم تدافعوا عن ارضكم ووطنكم، اوعوا خوفكم ينتصر عليكم، انتوا قدها وهتقدروا عليهم. وفعلا الحيوانات بيقولوا كلامه صح، احنا لازم كلنا نبقى ايد واحده ونقف مع موفاسا. وبيبتدوا ان هم يهاجموا الاسود البيضاء. كيروتوس بيبقى طالع على الجبل تاني والاسود اللي معاه بيتكاتلوا على موفاسا وبيوقعوه من على الجبل، بس بيقع جوه كهف في الجبل. موفاسا بيلاقي نفسه جوه الكهف اللي فيه بحيره وبيقعد يقول لتاكا اخوه ساعدني، بس كريتوس بيهجم عليه وبيكملوا ضرب في بعض. وتاكا وهو بيتفرج بيفتكر ايام لما كانوا صغيرين وبيلعبوا مع بعض. تاكا بيقرر يعمل حاجه شجاعه. حاول تعمل حاجة صح. لما كان كيروتوس هيموت موفاسا تاكا بينط وبيلحقه، بس بيتخربش في عينه الخربوش اللي كلنا عارفينه بتاع سكار، ويقول له كريتوس ما تموتوش. وبيقرر هو وموفاسا انهم يتحدوا، وفعلا الاتنين بيحاربوا كريتوس مع بعض. بس فجأة رفيق بيلاقي الارض بتتهز بسبب الافيال، فبيعرف ان هيحصل زلزال والجبل هيتهد. وفعلا الجبل بيبتدي يتهد والاسود البيضاء بتقع من عليه، والارض اللي كريتوس وموفاسا واقفين عليها بتقع، والاتنين بيقعوا في البحيرة وبيقعدوا يضربوا في بعض تحت المية لحد لما موفاسا بيلاقي صخرة كبيرة هتقع عليهم، فبيزق كريتوس تحتها ويبعد هو، فالصخرة بتاخده وتنزل بيه وتموته. موفاسا بيقعد يطلع من المية وتاكا بيبقى بيبص على المية، فبيلاقي موفاسا طالع بس بيجري عند آخر حتة وما بيعرفش يطلع، فتاكا بيمسكه وبينقذه ويطلعه تاني. وإيشا بتشوفه وبتنزل له وتاكا بيهرب. موفاسا لما طلع من الغابة الحيوانات كلها كانت عمالة تقول له موفاسا هو الملك وبيحيوه، بس هو بيقول لهم لا أنا مش الملك، الملك هو أخويا تاكا. رفيق بيقول له الحيوانات وثقت فيك، انت اللي عرفتهم يعني ايه يتحدوا ويبقوا ايد واحده، ومفيش حد يقدر يعمل كده غير الملك، وانت لازم تبقى ملك ميليلي. موفاسا بعدها شم ريحه ابوه وامه، ولما جري لقى امه بتقول له اخيرا لقيتك يا نن عيني، الحمد لله على سلامتك، انا قلت برضو انك هتيجي ميليلي. ولما بيسالها عن ابوه بيعرف انه للاسف مات لما كان بيحاول ينقذه وهو صغير. وتاكا بيقول له سامحني يا موفاسا، بس موفاسا قلبه كبير ويقول للحيوانات طالما اخويا هنا يبقى لازم يكون ليه مكان معانا هنا. تاكا بيقول له هو انا لو هفضل هنا قول لي بعد كده يا سكار علشان افضل فاكر الخيانه بتاعتي. رفيق بيقول له يا عم ما عيلتك اهي موجوده كلها، يعني انت طلعت ليك اصل وفصل، يعني رسمي انت الملك، اطلع وعرف الحيوانات كلها. وفعلا بيطلع يقف على الصخره وينده على كل الحيوانات بصوته وكل الحيوانات بتحييه. وبنرجع لكيارا اللي احنا نسيناه، بيقول لرفيق انا نفسي اشوف جدي، قال له اندهله في السماء وانت هتشوفه. وبيطلع هو كمان على الجبل وينده على جده في السماء، فبيظهر له على شكل سحاب وبيشوف سيمبا وهو جاي من بعيد وبيجري عليه. ولما بيسأله على امه بيلاقي امه بتنده عليه بتقول له ده اخوه حبه. وكيارا بيقول له اهلا اهلا، تعال احكي لك حكايه الملك العظيم موفاسا، وطالما وصلت لهنا عاوزك تصلي على سيدنا محمد في التعليقات علشان تبقى الفائز بالجايزه وتعمل اهم حاجه الشروط بتاعه المسابقه. وبكده يكون فيلمنا النهارده خلص. اعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب، ولو حابب تكتب لي في تعليق عاوز فيلم ايه المره الجايه عشان اعمله لك ده هيبسطني جدا. كان معاكم يا عزاز على قلبي خالد ابراهيم، ودي كانت حكايه جديده من حكايات قبل النوم. السلام عليكم.